مرحبا بكم في فيديو جديد. البارح هذا الفيديو غيتصور اليوم وغيتيديتا اليوم وغيتلاح اليوم. علاش؟ حيتاش البارح ما صورتش حتى شي حاجه، والسبب هو انه نهار كامل ما صورتش حتى شي حاجه. قلت زعما حتى العشيه نكون غادي لاصال ونصور، حيتاش درت جريه خفيفه شيك اوت ران، واللي هي اخر جريه في هذه السيمانه واخر جريه قبل الماراثون. شيك اوت ران هي الجريه اللي كتسالي بها لونطريمون ديالك وصافي، وكتعطي راسك الراحه باستعدادا للمسابقه. درت واحد الجريه خفيفه بزاف، البيس ديال 6:30 7 لاصال. درت حصه خفيفه وما صورت حتى شي حاجه. علاش؟ فاش خرجت من الدار كنزري، ضربت الجيلي ديالي، هزيت درت فيه الكاميرا وكل شيء، تمشيت تقريبا واحد المسافه طويله، مشيت تقريبا واحد كيلومتر ما كاملاش صراحه. عاد بديت كنزري، فاش بديت كنزري جبت الكاميرا بغيت نصور، لقيت ما كايناش كارت ميموار، لقيت خليت الكارت ميموار لاصقه في بيسي. دونك كملت الجريه وترينيت بلا ما نصور حتى شي حاجه، ولقيت راسي نهار كامل ما صورش فيه والو. مي ماشي مشكل، انا عاودت لكم شنو كاين. نقدر نخلي واحد الفيديو هنايا صورته بالتليفون فاش كنت غادي كنزري لاصال وصافي. يعني ما كتبش اننا نصوروا. قلت اليوم غادي ندير فيديو فين غنهضر على الكتاب، حيت مده ما دويتش على الكتاب، فين وصلت في القرايه ديالو وشنو هما الحوايج اللي تعلمت منه. كل ما كبرت الثقه ديالك في العقل ديالك، كل ما زادت الفرصه ديال انه غادي يضحك عليك. تخيل معايا واحد النهار بغيتي تبدل حياتك، شديتي ورقه وستيلو، قديتي بروغرام ديال الدايت، لونطريمون، اي حاجه خاصك، اي حاجه مهمه غديرها، اي حاجه مهمه، اي حاجه ماشي مهمه خاصك تحيدها، وكلشي بان لك مقاد هو هذاك، وقلتي صافي هذا البلان هذا غادي ينجح بنسبه 100%. الكاتب ديال هذا الكتاب هذا دانيال كينمان تيقول بلي البصر عنده واحد المشكل خطير، هو انه كنشوفوا المستقبل بواحد الطريقه اوبتيميستيك بزاف. وباش يشرح لنا هذه القضيه هذه عطانا بزاف ديال الامثله، وهاد الامثله هادو عندهم ديكا سبيسيال. المثال الاول هي واحد الحاجه سميتها The Planning Fallacy. The Planning Fallacy هي انك مثلا كتقول غادي نوجد واحد المشروع، ولا غادي نبريباري لي زيكزام ديالي، اولا غادي ندير واحد الحاجه، وكتحدد واحد المده مثلا ديال اسبوع، وفي الاخير كتلقى راسك درتيها في شهر اولا اكثر. اولا كتقول باللي غادي ندير واحد الحاجه وغادي نبقى ملتزم بها بسهوله، ومن بعد كتلقى راسك كتعاني معها بزاف وما سهلاش نهائيا. هذه هي البلانين فالسي، فين الدماغ ديالك كيقلل من الصعوبه ديال واحد الحاجه وكيبالغ في الامكانيات ديالك. المثال الثاني هو اللوس افيرشن، وهذا هو من اكبر الامثله في هذا الجزء هذا. حنا كلنا كنعرفوا بلي البشر كيكرهوا الخساره اكثر من الربح. يعني الا ربحتي $100 فراك تفرح عادي زوينه، ولكن الا خسرتي $100 فراك تتكعى والالم تيكون اقوى بكثير. وهذا الشيء اللي كيأثر بزاف على العقل ديالنا من ناحيه الاستثمار، القرارات، الحياه اليوميه، وبزاف ديال لي ديسيزيون اللي كيخصنا ناخذوهم في الديلي لايف ديالنا. ليكزامبل الرابع اللي هو الاكسبيرينس فيرسز ذا ميموري. مثلا سافرتي واحد السفيره طويله، عشتي فيها بزاف ديال اللحظات زوينين، سافرتي من مدينه لمدينه، كليتي بزاف ديال المأكولات، تلاقيتي بزاف ديال الناس، كلشي دا زوين، ولكن للاسف في الاخر ديال هذيك السفيره كيطرات شي حاجه اللي خايبه ومزويناش. مثلا تشفرتي، طاح لك شي حاجه، مشاولك فلوس، واحد الميموري اللي خايبه. العقل ديالك كيركز بزاف على النهايه اولا اقوى اللحظات، وكيحكم على التجربه ديالك كامله منهم، وهذه هي اللي كنسميوها The Pick and Rule. الاكزامبل الخامس هو الريسك ديسيجن. الا قلت لك تختار بين جوج ديال الحوايج، $500 مثلا غتربحها مضمونه 100%، و$1000 غتربحها بنسبه 70%، ولكن نسبه 30% تقدر ما تربح حتى شي حاجه. شنو غتختار؟ غالبا الناس كيختاروا الحاجه اللي مضمونه واللي هي $500 في هذه اللحظه هذه. مي الا قلبنا المعادله وقلنا لك سيدي هاد $500 راك تقدر تخسرها بنسبه 100%، اولا غادي تربح $1000 بنسبه 70% وتخسر $1000 بنسبه 30%. فهنا البصر كلشي تيولي قمار باش يمشي لعند $1000. وهنا الكاتب بدا كيشرح كيفاش العاطفه ديالنا كتحكم في لي ديسيزيون ديالنا في الريسكي مومنت،
فاش كنبغيو ناخذوا الريسك العاطفه ديالنا عندها دور كبير في القرارات ديالنا. الخلاصه من هذه 200 صفحه اللي قريت هي انه العقل ديالنا ماشي منطقي كيف ما كنظنوا، كيخاف من الخساره، كيبالغ في الثقه، وكيصنع قصص باش يحافظ على الراحه النفسيه ديالنا. هذا الكتاب صراحه زوين بزاف، وغنصح اي واحد يمشي يقلب عليه ويقراه. علاش؟ حيتاش كيعلمك سيلف جادجمنت، عوض باش انك تبقى حاضي هذا شنو قال وهذا شنو دارت وعلاش وكيفاش كتجادجي في الناس، كتولي تتجادجي في راسك، كتولي تتحكم على راسك، وكتولي كتعاود القرارات ديالك وكتشك في التفكير ديالك. واش انا كندير الحوايج بطريقه صحيحه ولا غير كيبان ليا بلي انني تنديرهم بطريقه صحيحه؟ والى كلنا درنا هذه القضيه وامبليمينا جادجمنت على راسنا حنا الاولين قبل ما نجادجيو راسنا، بطبيعه الحال غادي نزيدوا لقدام. هذه كانت هي الخلاصه ديال 200 صفحه اللي قريت حاليا. نتمنى انه تكونوا استفدتوا معايا شي حاجه ولو غير معلومه واحده ولا جوج. وشكرا بزاف حيت تبعتي معنا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جاي.